خلاص اهوت الطماطم والفلفل قطعتهم. وهنا ده الجبنة، دي جبنة ودي جبنة. هي دي جبنة اللي شفتها كده في السوبر ماركت، بقول له ايه دي؟ قال لي دي جبنة بس احنا عاملينها في المفرمة، جبنة رومي. وعملت هنا الصلصة، وهنا الايه الزيت. هندهن بيه الصينية هنا ديت الصواني. على فكرة الصينية كل ما يكون السور بتاعها واطي بتكون أفضل، يعني بتكون أفضل للحلويات أو البيتزا كده. هنشوف العجينة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اجيب الخدمة شوية. ايه هنعملها بقى كده. على فكرة احنا نقطع دلوقتي ونعمل، لأن لما هتيجي تخش الفرن على بال ما تاخد حرارة الفرن هتبص تلاقيها اختمرت تاني. هندهن بقى الايه الصينية عشان ايه؟ عشان العجينة ما تلزقش تحت. أي مادة دهنية زي ما كل واحد بيفضل أو كل واحد بيحب، ايدينا سمنة أو زيت. طبعا لازم ندهن هنا كده. هنجيب بقى العجينة، قطعت أنا حتة من العجينة هنا، هنحطها كده نفردها. هفردها وارجع لحضراتكم تاني. هنا فردت كده الايه الصينية ديت. دي أول واحدة لسه. طبعا هنعمل التانيين كمان. دلوقتي أنا هعمل ايه؟ أنا جبت هنا طبق فضيت الجبن كلها على بعضيها، ودي جبنة رومي على جبنة شيدر. هنا ده طبعا خلطت كل برضو اللي كنت مقطعاه، اللي حطيت الزيتون والفلفل والطماطم. في ناس على فكرة بتحب وكان عندي هنا برضو لانشون، برضو قطعته اهوت حطيته عليهم برضو. في ناس بتحب تضيف بصل، يعني كل واحد براحته، كل واحد يعمل حاجة زي ما بيحبها. هنحط بقى هنا عندنا اللي هي الصلصة. هنفردها كده بالمعلقة كده. هنجيب بقى الايه الاضافات ديت ونحطها كده. طبعا ديت اسمها بيتزا بالاضافات. في بيتزا بقى اللي هي بالايه باللحمه المفرومه، او المارجريتا بالجبن بس، تكون واخده صلصه وجبن بس، تاخدش اضافات من دي. وكل واحد برضو زي ما بيفضل وبيحبها. طبعا البيتزا احنا عارفين حاجات جميله جدا بره، يعني كل ربة منزل تعمل لاولادها بدل ما يشتروا حاجات من بره. حط عليها الجبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة أهم حاجة في البيتزا الجبن دي، يعني عندنا الجبنة الرومي والجبنة الشيدر والجبنة البارميزان، يعني واللي هي الأمنتات. جبن جميلة جدا لما بنضيفها هنا. لما بنضيف الجبن على الحاجة بتديها طعم حلو جدا. يعني أنا أفضل البيتزا، بفضل المارجريتا بس الحقيقة يعني. بس طبعا أنا بعمل كده عشان في البيت هنا كل واحد بيحب حاجة. دي خلاص انا خلصتها اهيت. طبعا لازم نكون مولعين الفرن ومنسخنه حبه شويه قبل ما نحط الصواني. آه، انا عملت ديت قدامكم. هعمل بقى الايه التانيين كمان، وارجع اوريهم لحضراتكم تاني. اكون انا رحت ولعت الفرن على بال ما اجهز الباقي. وفردت العجينه هنا كمان. على فكره لما تيجي، طبعا انا فردتها في الصينيه زي ما شفنا اللي قبل دي. لو عايزه تفرديها بالنشابه، بتحطيها على حاجة نظيفة وتفرديها وتكفي الصينية على وشها، تقيسي مقاسها وتقطعيها بالسكينة.
لو انت عايزه تعملي كده، عايزه تعمليها في الصينيه زي ما انا عملتها كده. طبعا انا بتدهني من فوق زيت اول ما تحطي العجينه وتفردي، الزيت بيساعد على الفرد بسرعه. طبعا الصلصه دي عليها ملح وفلفل وزعتر. طبعا انا مش بجيب على حروف عشان لما تخش الفرن ممكن ده ينزل هنا تحت وايه تتحرق وتبقى مش لطيفه. خلاص كده. خلاص كده، دي الصينيه التانية. انا حطيت الاتنين اللي احنا عملناهم قبل كده في الفرن. هنحط هنا، نعمل هنا كده زيت عشان ايه واحنا بنفرد بيساعد معانا بسرعه. طبعا انا بعمل كده علشان انا بفردها في الصينيه، لكن لو بفردهاش في الصينيه انا ما بحطش هنا اي ماده دهنيه خالص. طبعا زي ما احنا عارفين الفرن اي حاجه معجنات الفرن ما يكونش واطي، الفرن لازم يكون عالي، يعني اعلى حاجه عندك في الفرن، لان كل فرن اي حد بيختلف عن الايه عن التاني. الفرن فيه ناحيه حاميه وناحيه بارده، بيكون فيه ناحيه اليمين او الشمال على حسب كل فرن. شوفي الشعلة مبتدية منين، لان ما بتكونش واخدة كل المساحة بتاعت الفرن. وننتبه على الحاجة اللي احنا بنحطها في الفرن. طبعا اهي، طبعا العجينة واحنا بنفرد بصوا كده، اذا العجينة وانا بفردها كده بترجع معايا تاني، بضطر ان انا اسيبها ايه دقيقتين ترتاح وارجع ايه اكمل تاني، لان كده لما نفضل نعمل كده كده العجينة احنا بنجهدها وممكن تنشف معانا ومش هتكون كويسة خالص معانا. فاحنا اللي نعملها كده، بصي لما بتسيبيها لو حتى انت لو رحت الاتجاه التاني هترجعي الاتجاه ده هتبصي تلاقي فردت معاكي. هتلفي مثلا الصينية كده، بصي الناحية دي اهي هتلاقي ايه رجعت معاكي تاني. طبعا العجينة لما ناخد منها حاجة بنغطيها تاني عشان ايه، عشان الهواء وعشان ما تنشفش، حتى لو مفيش مروحة برضو بتنشف، فعشان تفضل محتفظة بالرطوبة بتاعتها. لو انت خايفة ان العجينة ممكن تعلى معاكي في الفرن، ممكن بعد ما تفرديها كده بتجيبي الشوكة وتعمليها كده بحيث ان انت بتدخلي الهواء هنا، بحيث ان هي ما ترتفعش وهي في الفرن معانا. خلاص كده، هنرجع بقى نعمل ايه، نحط عليها الاضافات والجبن. خلاص كده حطينا عليها برضو الاضافات والجبن. هنستنى لما التانيين يخرجوا من الفرن ونحطها. على فكرة في ناس بتحط بيض هنا على الوش، تجيب بيضة كده وتروح زي البيض الأيوم كده وتروح حطاهم هنا على الوش،
يعني كل واحد يعمل زي ما بيحب، بس انا ما بحبش طريقة فكرة البيضة هنا على الوش. كل واحد، الناس اذواق، كل واحد ياكل بالطريقة اللي بيحبها والطريقة اللي هو عايزها. هنحط دي بقى في الفرن ولا ايه؟ او نشوف اللي جوه الفرن الاول. آه كده معلش الفلاش طفى. معانا الصينية اهيت ولا ايه؟ نقطعها كده ونطلع حتة بس عشان هي سخنة. اهيت. طبعا هي مش لازقة في الصينية ولا حاجة اهيت. بصوا من هنا بقى من تحت مش محروقة ولا حاجة اهي. اهيت. اتمنى تعجبكم بالطريقة ديت وتجربوها. وهنا طلعت معانا اللي هي الصينية اللي هي التانية اهيت. اتمنى تجربوها بالطريقة ديت وتعجبكم. وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي كانت معانا النهاردة البيتزا بالايه، بالاضافات.